واش عارف أن الذبابة فيها داء ودواء في نفس الوقت؟ في الظاهر الذبابة كتبان غير حشرة مزعجة، ولكن في الحقيقة داخل جسمها كاين عالم معقد وغريب بزاف. جسم الذبابة صغير، ولكن فيه أجهزة دقيقة كتخدم بسرعة مذهلة. عندها عيون مركبة كتخليها تشوف العالم بطريقة مختلفة تماما، وكتشوف الحركة بسرعة أكبر من الإنسان، يعني صعيب بزاف تمسكها. أما الجناحات ديالها فهي سر السرعة ديالها، كتخفق مئات المرات في الثانية، وكتخليها تطير بخفة ودقة عالية. ولكن المفاجأة ماشي غير الطيران اللي مميز فيها. الذبابة كتعيش في الأماكن المتسخة، وكتحمل معها أنواع كثيرة من الجراثيم. وهنا كيجي الجانب الخطير، حيث تقدر تنقل الأمراض بسهولة. ولكن كاين سر غريب ما كيعرفوهش بزاف ديال الناس. سطح جسم الذبابة خصوصا الجناحات ديالها كيحتوي على مواد مضادة للبكتيريا، يعني في بعض الحالات كاين توازن بين الداء والدواء. وهذا الشيء خلى العلماء يدرسوا الذبابة باش يفهموا كيفاش ممكن يستافدوا من هذه الخصائص في المجال الطبي. رغم أنها حشرة بسيطة، ولكن فيها أسرار كبيرة. وفي الأخير حشرة صغيرة كتزعجك كل نهار، ولكن داخلها أسرار تقدر تغير العلم.